اكدب عليك لو قلت لك ان الدنيا في سوق العمل وردي، بس ده مش معناه اننا هنبطل شغل. والجمله بتاعت الحال واقف ومفيش شغل، عارف دي بتتقال من امتى؟ ايام الثوره اتقالت، وفي كوفيد 19 اتقالت، وفي مصر اتقالت، وامريكا وانجلترا برضه بتتقال. صحيح ان الدنيا وقفت شويه بس في الاخر مشي. وعشان اجيب لك الخلاصه خليني اقول لك على 5 نصايح خليهم حلقه في ودنك وتبدا بيهم السنه بنفس راضيه وبفكر مختلف. 1. اقبل الفشل. عجبتني جمله سمعتها في فيلم فضل ونعمه بتقول مفيش انسان بيحاول مش بيفشل، ومفيش فاشل بيحاول. تاني حاجه خليك دايما فضولي وتعلم. كل الناجحين لسه بيتعلموا لحد دلوقتي. محمد فاروق مثلا صاحب شركه موبيك اللي بيطلع في شارك تانك كان في انترفيو بيقول انا مواليد 1/1/2023 وبتعلم من كل اللي حواليا. 3. خليك مرن واقبل التغيير. حط في دماغك ان التغيير امر طبيعي في الدنيا كلها مش بس في سوق العمل، وغشيم دلوقتي اللي ما يبقاش مرن ويحارب التغيير وما يفكرش يستفيد منه. 4. دور على الناس الايجابيه وخليك وسطهم، وافتكر المثل اللي بيقول الصاحب ساحب. المثل ده حقيقي. 5 حاجه اقبل بالمخاطره، المخاطره المحسوبه. لو مفيش مخاطره عمرك ما هتكبر ولا هتنبسط ولا تتكلم عن انجازاتك. ودلوقتي هسيبك تفكر في كلام وقول لي في الكومنتس هتدخل السنه دي ومغير ايه في تفكيرك.